بعد أيام من البحث، حصلت فرق الغواصين على جثة الشابة ملاك عادل في بحيرة حمرين شمال شرق ديالي. وأفاد مصدر أمني أنه تم العثور على جثة الشابة الغريقة في حمرين ملاك عادل بعد 5 أيام من البحث، والتي غرقت في وقت سابق بانقلاب زورق يقل 8 أفراد من عائلة واحدة. وكانت إدارة ناحية السعدية في محافظة ديالي أعلنت أول أمس الأحد استمرار عملية البحث عن الشابة الغارقة في حمرين، فيما أكدت وصول فريق غواصين كاردي للاشتراك بعملية البحث. وكان مصدر أمني أفاد مساء الجمعة الماضي بغرق فقدان شابة تبلغ من العمر 17 سنة تدعى ملاك عادل نتيجة انقلاب زورق يقل عائلة مكونة من 8 أفراد خلال نزهة في بحيرة حمرين شمال شرق ديالي، رحمه الله وجعل مثواها الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.